الو. الو. ايوه. ايوه. مين؟ يعني سيبنا قاعدين يا ريس وقت قاعد في التلفزيون كده؟ انا شايفك انت قاعد على الكنبه صح؟ بص ده اخر المكالمه هيضحك بس خلي بالك. ده علي ربيع الممثل الشاطر اللي معانا اللي ما شاء الله يعني ردود افعال الجمهور يعني حاجه جميله. هو وزمايله هو قاعد دلوقتي هو وزمايله وانا المفروض اخلص البرنامج مع حضرتك واروح لهم. هتعملوا ايه على ما اجيلكم يا ربيع؟ والله احنا ما بنعملش حاجه، احنا هنعمل محشي. طب يعني مفيش اي واجب اما اجيلكم مثلا يعني عشاء بتاع؟ انتوا هنا في اكتوبر اخلص واجيب الفرقه بقى يعني اخر ليله وكده ونعدي عليكم يعني. يا سلام. علي ربيع الفنان الشاب الجميل اللي يعني يتلقى تحيه كبيره جدا من الجمهور في اول ما بيظهر على المسرح. علي ربيع نفسيتك اتغيرت؟ والله العظيم جدا يعني طبعا مبسوط جدا. انا دايما والله بقول للاستاذ اشرف انا طول ما انا مبسوط تلاقيني اعمل حاجات كويسه يعني انا ما بضربش عشان انا ببقى مبسوط. لا مش نفسيتك اتغيرت يعني بقيت حلو، لا يعني بقيت بقى على الناس قرن وما عادش يكلمني انا بقيت نجم وكده. لا طبعا مفيش الكلام ده. انت قلت الاول دلوقتي قلت لا يعني ولا لا؟ طب خليني اسال الريس لا علي من الناس اللي لا ما تغيروش خالص. هو ده ساعات كان بيتخض يبقى الجمهور بيسقفوا وهو قبل ما يخش كده ويقعد يبص لي ايه ده؟ يعني هيبقى من فنانين الاصول كده ويعمل فيها الثانيه. هو وكل زمايله اللي قاعدين معاه كلهم من الناس اللي عندهم اصل يعني دي انا واثق منها. علي ربيع يعني انت شايف مستقبل تجربه تياترو مصر بعد كده ايه؟ ما انتوا مش هتقعد 90 سنه تقدم لي تياترو مصر، لازم يبقى في حاجه. بص والله هو يعني هو كده في حاجات بره احنا يعني جايين نعملها، بس انا تياترو مصر يعني مع استاذ اشرف لو عايز يعملوا 100 سنه نعملهم معايا مش مهم. تسلم يا علي. تسلم علي والى الامام انت وكل فرقه تياترو مصر وبالتوفيق.